الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، الدقائق السريعة دي بإذن الله هديك بعض أمور تقدر تفرق من خلالها بين المعالج أو الراقي الشرعي لحالات المس والسحر والحسد والجن وإلى خلافه، وبين اللي بيسموه الروحاني أو الدجال أو المشعوذ أو إن شئت فسميه الساحر. لأن دلوقتي كثر على الناس أمر الدجل والشعوذة، واختلط على الناس الحابل بالنابل، وأصبح اللي عنده بنت أو زوجة أو ولد أو أي حالة من الحالات اللي أصابها السحر والعياذ بالله، أصبح دلوقتي بيدور بيها بين الأشخاص اللي بيسموا نفسهم معالجين، وهم بعيد كل البعد عن العلاج، ما هم إلا دجالين أو سحرة بيبتزوا أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. فحديك شوية يعني تقدر تسميها خطوط عريضة، لو سألك عليها الإنسان اللي انت قاعد معاه دلوقتي وريح له ببنتك أو ريح له بزوجتك أو ريح له بالحالة اللي عندك اللي هي تعبانة عليها سحر أو محسودة، ريح له عشان يعالجها. لو سألك في الأمور اللي أنا هكلمك عنها في الفيديو ديت، اعرف ان ده دجال او مشعوذ، وده اقل ما يقال فيه ان لم يكن ساحر. فبسرعة لم حالك وخد حالتك وامشي من عنده. والكلام ده فعلا ليه اهمية، اللي انا هقوله دهوت كلام مهم جدا، لان في ناس كتير بتنخدع في المعالجين للسحر والمس والعياذ بالله، وما بيقدرش يفرق بين ان كان الانسان اللي هو معاه دهوت اللي بيروح له معالج فعلا بالقرآن والسنة او دجال او ساحر والعياذ بالله. أول حاجة تاخد بالك منها إن الراقي الشرعي أو المعالج بالقرآن والسنة لا يعنيه اسمك ولا اسم أمك ولا صورتك ولا تاريخ ميلادك ولا أثر من آثارك. تاني نعيد الكلام ده تاني، الراقي الشرعي أو المعالج الشرعي لا يعنيه اسمك ولا اسم أمك ولا يعنيه صورتك ولا يعنيه تاريخ ميلادك ولا يعنيه أثر من آثارك. لو المعالج اللي انت قاعد معاه سألك عن دول او حاجة منهم، اعرف ان ده مش راقي شرعي، واعرف ان ده اقل ما يقال فيه ان هو دجال او ساحر والعياذ بالله، فابعد عنه. تاني حاجة لازم تاخد بالك منها ان الراقي الشرعي المعالج بالقرآن والسنة ما يقدرش يعرف مين اللي عمل لك السحر، مين اللي عمل لك السحر، حتى لو ان الجن اللي هو بيخرجه من على الجسد أخبر بذلك. لأن الأصل يا جماعة في الجن إن هو كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، يعني الأصل فيه إن هو إيه؟ كذاب. فالراقي الشرعي ما بيصدقش الجن في أي حاجة بيقولها، حتى لو أخبره قال له فلان اللي عمل السحر، حتى وإن كان صادق، لأن الأصل عندنا إن هو إيه؟ كذاب والعياذ بالله. فالراقي الشرعي ما يقدرش يعرف لك مين اللي عمل لك السحر حتى لو الجن أخبره بذلك. كمان الراقي الشرعي عمره ما يسمي نفسه روحاني. ليه؟ هو كده سبحان الله، الراقي الشرعي اللي بيقرأ بالقرآن والسنة عمره ما يقول على نفسه روحاني. فلو الإنسان اللي انت بتروح له بالحالة بتاعتك أو بتمارس العلاج معاه سمى نفسه روحاني، قال لك أنا روحاني، أو قال لك أنا هعرف لك مين اللي عمل لك السحر، فاعرف إن هو مش معالج بالقرآن والسنة، واعلم إنه قد يكون ساحر، فابعد عنه. ثالث حاجة تفرق بيها بين المعالج بالقرآن والسنة أو الراقي الشرعي وبين اللي بيسمي نفسه روحاني أو الدجال أو إن شئت فسميه الساحر، إن المعالج بالقرآن عمره ما يديك تحويطة ولا حجاب أو حرز، ولو حتى مكتوب في الحرز ده آيات من القرآن. اعرف كمان إن الراقي الشرعي لا بيرد المطلقة ولا بيجلب الحبيب، ولا عمره يدي لك حاجة تاكلها أو حاجة تدفنها أو يديك تحميلات للنساء. كل ده شغل الدجالين وشغل السحرة والعياذ بالله. فلو الإنسان اللي انت بتروح له عشان تعالج بنتك أو زوجتك أو الحالة اللي عندك عنده عمل معاك حاجة من الحاجات دي، اعلم ان ده مش راقي شرعي على القرآن والسنة، واعلم ده أقل ما يقال فيه ان هو دجال إن لم يكن ساحر، فابعد عنه. رابع علامة تعرف منها الإنسان اللي انت بتتعالج عنده إذا كان راقي شرعي بالقرآن والسنة أو إنه دجال أو ساحر، اعلم إن الراقي الشرعي لا يخطئ أبدا في قراءة القرآن وتجويده. لأنك هتلاقي الراقي الشرعي
متقن ومجود لقراءة القرآن. كمان الراقي الشرعي عمره ما يطلب منك صورة لعضو من أعضاء جسمك، عمره ما يطلب منك صورة لعضو من أعضاء جسمك، ولا عمره يخلو بامرأة وهو بيقرأ عليها أو وهو بيعالجها إلا في وجود أهلها ومحارمها. خامس علامة تفرق بيها بين الراقي الشرعي أو المعالج بالقرآن والسنة وبين الدجال أو المشعوذ أو الساحر، إن الراقي الشرعي عمره ما يقدر يعرف مدى التوافق بين زوجين عن طريق أسمائهم أو من خلال أسمائهم، وإن الراقي الشرعي عمره ما يستعين بجن أبدا في العلاج حتى ولو كان الجن اللي بيعينه في العلاج مسلم. الراقي الشرعي عمره ما يبقى معاه خدمة، فاللي يجي يشتغلك ويقول لك اصل انا بعالج، اصل انا معايا خدمه، اصل كان مسيحي واسلم على ايدي وبيساعدني في تخريج الجن، كل ده كلام فاضي، كلام فاضي ما تصدقهوش. لو واحد قال لك انا بعالج ومعايا خدمه، اعرف انه دجال، وده اقل ما يقال فيه ان لم يكن ساحر، فابعد عنه. كمان الراقي الشرعي عمره ما يديك سبحه او سلسله او خاتم او اي حاجه تلبسها. الشغل ده اهو شغل الدجالين، شغل المشعوذين، شغل السحرة عياذا بالله. فلو حد بتتعالج عنده او بتودي حالتك عنده او بتتابع حالة المس او السحر اللي عندك عنده وادالك سبحة تلبسها او خاتم او سلسلة، اعرف ان ده مش راقي شرعي، مش بيعالج بالقرآن والسنة، واعرف ان ده دجال، فابعد عنه. سادس حاجة تعرف من خلالها إذا كان الإنسان اللي بيعالجك دهوت راقي شرعي بالقرآن والسنة أو ما يسمى روحاني أو دجال أو إن شئت فسميه ساحر، إن الراقي الشرعي عمره ما يطلب منك حيوانات بصفات معينة. يقول لك هات لي فرخة سودة ما فيهاش ريشة بيضة، هات لي ديك يتيم، هات لي كذا، هات لي كذا، فاعرف إن ده دجال أو ساحر، لأنه بيطلب منك الحيوان دوت أو الطائر دهوت عشان يذبحوا قربانا إلى الجن اللي هو بيتعامل معاه بالسحر في أوقات معينة وفي أماكن معينة. كمان الراقي الشرعي عمره ما يلمس جسم ست وهو بيعالجها، وعمره ما يطلب إنه يكتب كتابة معينة في أماكن معينة على جسم الست أو الحالة اللي هو بيعالجها، ولو حتى بوجود حائل. تخيل، ولو حتى بوجود حائل. فقط اللي يطلب الحاجة ديت إما إن هو دجال أو مشعوذ، وده أقل ما يقال فيه إن لم يكن ساحر. فلو الإنسان اللي أنت بتروح له بالحالة بتاعتك عشان يعالجها طلب منك أو عمل معاك حاجة من الحاجات دي، اعلم إنه ساحر، فابعد عنه. سابع حاجة تعرف تفرق بيها بين إن الإنسان اللي بيعالج الحالة بتاعتك إذا كان راقي شرعي أو دجال أو ساحر، إن الراقي الشرعي في الغالب بيكون طالب علم شرعي، صاحب عقيدة صحيحة، غير متلبس بشرك أو بدعة، غير متلبس بشرك أو بدعة. خد بالك الكلام ده مهم جدا. لكن لما تروح لواحد تلاقيه لابس حاجات معينة، بسلاسل معينة، بخواتم معينة، بطقوس معينة، اعرف ان ده عمره ما يبقى راقي شرعي، لان هو مش ملتزم اصلا، هو متلبس بشرك او بدعة، فازاي هيكون راقي شرعي؟ كمان خد بالك ان الراقي الشرعي بيكون عنده علم بالاعراض والعلامات بتاعت الامراض النفسية اللي هي في نفس الوقت بتكون متشابهة بنسبة 80% او 90% بالاعراض بتاعه السحر والعياذ بالله. فالراقي الشرعي بيبقى عنده علم بالعلامات بتاعه الامراض النفسيه عشان يقدر يفرق بين ان كان ده مرض نفسي عند الحاله اللي بيعالجها، ولا ان كان ده بسبب وجود جن او سحر في الجسد. انت واخد بالك ازاي؟ وده باب من العلم لازم يكون الراقي الشرعي عارفه وعالم بيه عشان يقدر يشخص الحاله اللي قدامه صح، وبالتالي عشان يقدر يصف ليه العلاج صح. لو الحالة دي مش عنده او العلامات بتاعتها تبين للراقي الشرعي ان ده مرض نفسي، على طول بتلاقيه يقول لك ده ما عليهوش حاجة، خده وروح بيه لطبيب نفسي او لدكتور نفسي. فاهم انت ازاي؟ اما الدجال او المشعوذ ما بيقدرش يميز بين دي وبين دي، المهم عنده انه ازاي يبتز مال الحالة اللي قاعدة قدامه. فلو الانسان اللي انت بتروح له لقيته متلبس بأي أمارة من أمارات البدعة أو بأي أمارة من أمارات الشرك، فاعلم إن هو ساحر أو دجال أو مشعوذ، وده أقل ما يقال فيه، فابعد عنه. لو المعالج اللي أنت قاعد معاه سألك عن دول أو حاجة منهم، اعرف إن ده مش راقي شرعي، واعرف إن ده
اقل ما يقال فيه ان هو دجال او ساحر والعياذ بالله، فابعد عنه. يا اخوانا احذروا ان تقعوا فريسة لبعض المعالجين او المشعوذين الذين لا علاقة لهم بالدين ولا علاقة لهم بالرقية الشرعية او بالسنة في علاج السحر والمس. تلاقيهم فقط يلبسون ثوب المعالجين بالقرآن وهم بعيدين كل البعد عن العلاج بالقرآن والسنة، ودول انتشروا جدا في زماننا دلوقتي يا جماعة. فيا جماعة خدوا بالكم، اللي عنده بنته تعبانة او زوجته تعبانة او ابنه تعبان او هو نفسه تعبان، قبل ما تروح تحط نفسك بين احد الدجالين او المشعوذين اللي هيزيدك تعب فوق تعبك، ابحث ودقق ودور على معالج بالقرآن والسنة مشهود ليه، معروف خلقه، معروف طبعه، معروف سلوكه في وسط المجتمع. لما تسأل عنه الناس هتقول لك لا الراجل ده راجل محترم، الراجل ده طول عمره بتاع قرآن، الراجل ده طول عمره بيصلي، مشهود ليه بالصلاح، هيعالجك بالقرآن والسنة. هو ده اللي تروح تتعالج معاه. ما تخليش نفسك فريسة للدجال او مشعوذ يبتزك ويبتز مالك والعياذ بالله ويزيدك تعب فوق التعب اللي عندك. حفظكم الله من كل سوء، شفاكم الله وعافاكم. ان عجبك الفيديو واستفدت منه دعم الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب، ساعد على انتشاره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.